السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي سعادة وفي احسن حال يا رب. طبعا بقالنا فترة طويلة جدا ما اتكلمناش، بقالنا فترة طويلة جدا. انا انشغلت بيها في الشغل الخاص بالجمعية، ويعني حسيت كده ان الناس ما عندهاش اهتمام قوي. كله عايز يعرف انا عايز امثل، انا عايز اروح فين، اعمل ايه. مفيش حد عنده الاهتمام الاقوى اللي هو طب اتعلم ازاي عشان لما اروح وتجيلي الفرصة اعرف استغلها بالشكل المطلوب. وده اللي انا نفسي انت توصل ليه. الفرصة مش هتجيلك بسهولة، في حين ان يا اما ناس عايزة تمثل، يا اما ناس عايزة تغني، يا اما ناس عايزة تلعب كورة. الحل الاسرع للشهرة والفلوس والمجد وكل الكلام ده، انا نفسي والله ان انا اوصلك لمرحلة ان انت لما تجيلك فرصة كويسة ان انت تستغلها بالشكل المطلوب. هنراجع كده مراجعة سريعة عن الحلقات اللي احنا قلنا فيها واتكلمنا فيها عن التمثيل. احنا طبعا اتكلمنا يعني ايه تمثيل، ودي كانت الحلقة الاولى، وقلنا فيها ايه هي ادوات الممثل. وبعدها خدنا الكاستنج، وقلنا يعني ايه كاستنج، وقلنا ازاي اعمل كاستنج، وقلنا ايه هي الاخطاء اللي انا ما ينفعش ان انا اعملها علشان يتم اختياري في الكاستنج. واتكلمنا يعني ايه الكاستنج بيتقسم لايه، والنقابي وغير النقابي، واتكلمنا على كل الامور دي. وخدنا برضو ايه هي اهم اماكن الكاستنج في مصر، وقلنا ازاي انا بقدر اوصل للاماكن دي، وفي حلقة كاملة فيها ارقام التليفونات والعناوين والبيج نفسها ان انا ممكن ابعت عليها الحاجات دي كلها. وخدنا برضو الاماكن اللي ممكن ابتدي فيها انا كممثل، انا ممكن ابتدي فيها اروح ابدأ هناك لحد ما تجيلي فرصة كويسة. وخدنا ان احنا بعد مرحلة الكاستنج وتم اختياري ببدأ مرحلة ما بعد الكاستنج اللي هي الاوديشن. وطبعا الاوديشن اتكلمنا فيه وقلنا ساعات هو بيقول لي حضر مشهد من عندك، وساعات هو بيبقى محضر مشهد هناك انا معرفوش. باخد المشهد وببدأ ان انا اقعد منتظر ان انا ابتدي ان انا اتكلم هناك، وابتدي ان انا ادخل قدام المخرج او المخرج المنفذ، وابتدي ان انا اعمل دوري. واتكلمنا عن السيناريو، وقلنا ان السيناريو نوعين، سيناريو امريكي وسيناريو فرنساوي، وعرفنا شكل ده وشكل ده وطريقة السيناريو. ازاي ان انا لو جالي السيناريو الامريكي او الفرنساوي، ازاي ان انا ابتدي ان انا اقرا السيناريو. من الحلقة اللي جاية عايزين نثبت يوم، تقولوا لي مثلا ايه افضل يوم ليكوا، هل ننزل حلقات مثلا كل يوم خميس، وعايزين نعمل متابعة يبقى لايف نراجع فيه الحلقة اللي احنا عملناها. هل تحبوا مثلا ان احنا نثبت يوم مثلا زي مثلا يوم الجمعة تنزل فيه الحلقة، او يوم الجمعة نعمل فيه لايف، والحلقة مثلا تنزل يوم الاثنين او يوم الثلاث، بحيث ان انتوا تاخدوا فرصة ان انتوا تبدأوا ان انتوا تراجعوا. نطلع مثلا لايف على الاكونت على تيك توك. هسيب لكم برضو لو حد عايز يسأل سؤال مهم جدا، غير عايز امثل، غير اروح فين، ان انا قلت لكم على الاماكن تروحوا فين، وقلت لكم على التمثيل هتعمل ايه بالظبط. سؤال عايز استفسر عن حاجة معينة خاصة بورشة، خاصة بكورس، خاصة بأي حاجة، هسيب لكم برضو في الوصف الاكونت بتاع الانستجرام. انا مش متغوط قوي ومش فعال قوي على السوشيال ميديا، انا ما بحبهاش اصلا. لكن مجرد ما بشوف الرسالة بتاعتك برد عليك على طول، واي سؤال واي استفسار انا عينيا يعني تأمروني. ان شاء الله نبتدي في الحلقة الجديدة اللي هي الشخصية، وهنبتدي الشخصية دي هتطول معانا فترة طويلة جدا ان شاء الله. هنحاول ان احنا نخرج بيها بشكل كويس وشكل محترم بأمر الله.